السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معايا مشتركاتي الحبيبات، إن شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم البنات تدبيرة من تدابير رمضان اللي تحضروها، اللي لازم نسحقوها بزاف، وهي تحضير لا شابلور أو الخبز اللي نباريو به اللحوم تاعنا والدجاج والسوشي. يا بنات جبتها لكم بطريقه صحيحه، كنا غالطين كيفاش نحضروه. بكري حنايا واش كنا نديرو؟ كنا نجيبوا الخبز نرحيوه ونحمصوه قبل ومن بعد نرحيوه باش نديروا له التوابل. ايه اكتشفوا معايا اليوم الوصفه الصحيحه باش نحضروا لا شابلور، وهي نجيبوا خبز اللب، نشريو خبز اللب البنات، لا خبز اللب لانه فيه البابا بزاف وحنا نحتاجوا البابا بزاف. نحكموا 4 اطراف 5 اطراف، نحيو لهم هذوك الحواشي هذوك المحمرين، نحطوهم بجهه، ما نطيشوهمش دوك نستعملوهم. نحكموا ذاك اللب تاعنا نحطوه في اشوار، نرحيوه، ما يكونش مرحي رقيق وما يكونش مرحي خشين، متوسط، باش من بعد تجينا القرمشه في اللحوم تاعنا وفي الدجاج وفي السوشي وفي المهم. ومن بعد نحكموا هذوك ثاني، هذوك الحواشي نحيناهم الجهه هذيك اللي طايبه بزاف نزيدو نحيوهم ونحطوهم بجهه. دوك نقول لكم واش هي السر. احنا قلنا من قبل كنا نحمصوا الخبز وباش نرحيو نديرو التوابل، إبا دركا لا الطريقه الصحيحه انك ترحي الخبز هو هكذاك البابا، نحطوا له توابل، التوابل اللي عندنا. كيما انا درت كاري، درت ثوم بودره، بصل بودره، ديروا فلفل حمار حار حلو واش تحبوا، فلفل الكحل، نكو يكون عندكم معدنوس، مجفف، اعشاب عطريه مجففه، هذا كل خلطوا هذاك الخبز مع هذيك التوابل حتى يندمجوا مليح ويدخل اللون هذاك، ياخذ الخبز هذاك اللون وباش نحطوه يتحمر. هذا هو السر البنات، لازم نتبلوه، نرحيوه ونتبلوه باش نحطوه يتحمر على فرن درجة 160 درجة مدة 7 دقائق 8 دقائق، ما نزيدوش، لازم ياخذ غير هذيك القرمشة ونحيوه، نخليوه شوية ماهوش غامق في اللون، ليه؟ باش هكذا كي نجيو من بعد نديرو لابانيغ تاعنا تاع اللحم ولا تاع الدجاج ولا هذاك هو معلق لي ولا نحطه في الفور ياخذ اللون. البنات هذه دوكا هذوك الحواشي اللي درتهم راني رحيت حمرتهم ورحيتهم ومن بعد صيرتهم البنات، غربلتهم حطيتهم في بلاره. هذاك ما درت له والو، ما درت له حتى نكهه. باش ولا كان ما عندكمش خبز اللب بان دومي هذاك اللي يتباع، ديروا بالخبز تاعكم البايت، خبز عنده 3 ايام ولا 4 يكون مازال طري شويه، يابس مي مازال طري شويه. نفس الطريقه نحيي ديك القشره ديك الفوقانيه المحمره تاع الخبز، وندير نفس الطريقه مع البابه. هذا الطريقه البنات التدبيره شفتها في فيديو عجبتني، قلت ولا غير نشاركها مع البنات باش هكذا يحضروا الخبز البايت كما نقولوا ما نبذروهش ونحضروه بطريقه صحيحه، باش المملحات تاعنا ولا اللحوم ولا الدجاج يقعد مقرمش، حتى في السوشي يصلح بزاف بزاف البنات. نفس الشيء نفس الطريقه نديروا نفس الطريقه، نرحيه ونحطوه في سينيوه، نتبلوه بالشيء اللي عندنا ونحطوه يتقرمش لنا ولا يحمر لنا في الفور، ما يحمرش بزاف. انا قلت لكم كاين كميه ما درت لها والو، غير حمرته برك في الفور، غير رحيته وحمرته في الفور، ما درت له حتى تتبيله. قلت نسي جامي نسحقوا فيه لحم مرحي ولا في دجاج مرحي ولا كفته، ولا ما تكونش فيه كما نقولوا توابل اخرى اللي تخرج اللي ما تمشيش مع الطبق اللي راح نديره، ولا خليته كما نقولوا ناتخ هكذاك ما فيه والو. البنات هاني لهنا حطيته في بلارات معقمين، حطوه في علب محكمات الاغلاق. ليه درت بلارات معقمين؟ باش هكذا نستحفظ به غير في البلاكار، ما نحطوش في الفريجيدير. نتوما تحبوا تحطوه في الفريجيدير حطوه. نتمنى عجبتكم هذه التدبيره، باش هكذا ما نبذروش الخبز ونستغلوه في اي حاجه. ما تنسونيش البنات بجام وتعليق وشجعوني شويه باش نزيد لكم وصفات اخرى. وراني ما زلت مع تحضيرات رمضان، على بالي راهو قريب الحال، اللهم بلغنا رمضان لا فاق